قناة سكولي هتقدم لكم النهاردة شيش طاووق، بس بطريقة جديدة وبسيطة ومش هتاخد مننا وقت، والطعم ايه في حتة تانية خالص. بس ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم منا كل جديد، لايك وشير الفيديوهات علشان نفيد عدد أكبر من الناس. للتتبيلة لكل كيلو من الشيش طاووق هنستخدم كوباية من المية، معلقة كبيرة ملح، معلقة كبيرة توم باودر، معلقة كبيرة بابريكا، معلقة كبيرة بهارات شيش طاووق يا إما جاهزة أو من عند العطار، اللي بيحب السبايسي ممكن يزود شطة. هنقلبهم مع بعض. هننقع الشيش طاووق في التتبيلة على الأقل ساعة. لصوص الدهن ربع كوباية من مية التتبيلة، نص معلقة كبيرة صلصة طماطم، معلقة كبيرة زيت نباتي، رشة زعتر ناشف. في الاير فراير هنحط الشيش طاووق، هندهنه بصوص الدهن. ربع ساعة على 180 درجة. هنقلبه على الناحية التانية وهندهنه برضو بصوص الدهن، ونقعده حوالي 10 دقايق على 180 درجة. هنجيب خضار هنقطعه مكعبات، فلفل ألوان وبصل، هنرش عليهم رشة زيت، 10 دقايق على 180 درجة. يا سلام، ريحة ايه وطعم ايه، طراوة وجوسي وتتبيلة، بجد لو جربتوها مش هتبطلوا تعملوها، وألف هنا.